مهم يهمكم. اليوم راح نتكلم عن ظاهرة اجتماعية جدا خطيرة، بل هي بؤرة من بؤر الفساد اللي يجب أن تجفف، ألا وهي موضوع الدقة العشائرية. يا مشاهدينا، هذا الموضوع وهذا التصرفات من بعض الأشخاص وبعض العشائر أدى إلى انتشار الفوضى. مدير المدرسة ما يقدر يحكي ويا طلابه لأن يخاف من موضوع الدقة العشائرية. مديرة مدرسة ما تقدر تحكي ويا طالباتها رغم أنه هؤلاء اكتشفوا أخطاء بسبب الدقة العشائرية. أو توك توك يمشي بالشارع البعض، أو أبو دراجة يمشي باستهتار وقد يقتل نفسه ويقتلك نتيجة الاستهتار، ولكن ما تقدر تحكي معه بسبب الدقة العشائرية. موضوع الدقة العشائرية موضوع خطر، وهي دعوة إلى الحكومة العراقية بتفعيل قانون تجريم الدقة العشائرية وتجريم التهديد بالعشائر. يجب أن يسود القانون، اللي عنده مشكلة يكون مراكز شرطة ويكون محاكم عراقية. أما موضوع الدقة العشائرية والمزاجيات هذا، وخاصة في المناطق الشعبية، هذا الموضوع ينتشر عندنا في المناطق الشعبية، وكثير من مدراء المدارس ومديرات المدارس دا يتعرضون اذا اكتشفوا حتى خطا من بعض الطلاب ما راح يقدر يحكي لانه قد يهدد بما يسمى بالدقه العشائريه. كثير سلبيات في المجتمع، الناس ما تقدر تحكي وخاصه في المناطق الشعبيه بسبب ما يسمى عندنا بالدقه العشائريه. انا بدي اتكلم عن بعض العشائر واتكلم عن بعض الاشخاص اللي يقومون بالدقه العشائريه دون علم حتى عشائرهم بالمناسبه، يعني هو قد يكون تصرف شخصي. لهذا السبب هي دعوه الى حكومتنا. القانون موجود، هو بتفعيل قانون تجريم الدقة العشائرية وتجريم التهديد اللي يهدد بالعشائر. هنالك محاكم وهنالك مراكز شرطة، اللي عنده مشكلة يتوجه يشتكي. أما هذا التصرف الفردي فيخلق فوضى وكثير من السلبيات في المجتمع، وكثير من الفوضى موجودة سبب هذا الموضوع. إذا أردنا أن نبني دولة مدنية يجب أن ينتهي هذا الموضوع، ويكون دور كل العشائر هو دور ساند للقانون، دور لحفظ الأمن، دور ساند لأمن المجتمع. وإن شاء الله عشائرنا الكريمة هي بهذا الموقع. ولكن احنا نتكلم عن البعضية وعن بعض تصرفات الأشخاص اللي يصرفون حتى دون علم عشائرهم. هذه دعوة للحكومة من برنامجنا هذا بتفعيل هذا القانون اللي وهو تجريم الدقة العشائرية أو التهديد العشائري في سبيل بعض المؤسسات تقدر أنه تعمل وتأخذ الحيز بالعمل مالتها. حياكم الله. أنا حبيت اليوم أطرق إلى هذا الموضوع.